لما يبقى حارس مرماك هو نجم الماتش اعرف انك في خطر، ودي مقولة شهيرة ليورجن كلوب. والنهارده لولا مصطفى شوبير حرفيا كنت هتخرج بفضيحة. وعندي سؤال مهم بقى لمجلس الإدارة، هل ده سكواد الأهلي المرعب؟ يعني هل دي شكل الفرقة اللي هتنافس على كل البطولات وتسيطر على القارة كلها الخمس سنين جايين مثلا؟ والله يا جدعان بنفهم كرة زينا زيكم عادي، بس ليه كل الفلوس ديت والملايين دي كلها بتدفع في لعيبة لا ترتقي انها تلبس التيشيرت اصلا؟ مع احترامي يعني، مين مصطفى العش ومين عمرو الجزار؟ وليه مصمم تستبعد بالعمري وتلعب بكوكا؟ وليه تطلع احمد رضا وانت شايف بن رمضان ناسي الكوره؟ وايه كم الاصابات اللي بيحصل ده؟ وفين مدرب الاحمال من كل الاصابات دي؟ واصابه تريزيجيه النهارده هي مسؤوليه ترب بشكل كامل. وليه طاهر بيلعب على حساب لعيب زي عمر معوض؟ ليه طاهر بيلعب اصلا لحد دلوقتي؟ حرفيا اسئله كتير قوي ملهاش اجابات وعبث، والفريق رايح في سكه خطر جدا، وكل ماتش اسوأ من اللي قبله بدنيا وفنيا. وعشان تبقى فاهم يا صاحبي نقطه مهمه، دي مسؤوليه الاداره بشكل كامل، عشان بس ايه، مش كل مره هنبلع الطعم ونشيلها للمدرب، لا هي مسؤوليه الاداره. لان الاداره اللي تصرف اكتر من 250 مليون ومش عارفه توفر احتياجات الفرقه، ولا تجيب مدافعين عليهم القيمه، ولا تجيب مهاجم سوبر، تبقى اداره فاشله. وبجد اسوأ ماتش للاهلي في افريقيا من سنين، ودينا صعدنا اهو، لكن لو كملنا بالمنظر وبالمستوى ده محدش يستنى حاجه من الاهلي، وهيبقى موسم صفري وكارثي كمان. عيب والله يا جدعان اللي بيحصل ده، الاهلي اكبر من كده بكتير، ما تكرهوناش في الحاجه الوحيده اللي بنحبها.